السلام عليكم. أنا الدكتورة نور الأمل، طبيبة مختصة فالأورام. اليوم بغيت نتكلم على واحد الموضوع اللي مهم بالزاف، الجديد في علاج سرطان الثدي ملكتك كشف بكري. علاج فعال ومعروف من سنوات، ولكن باقي ما معروفش عند عدد كبير ديال النساء. هذا واحد البروتوكول ديال العلاج ديال سرطان الثدي فالمراحل المبكرة اللي الفعالية ديالو باينة من أكثر من 8 سنين، ولكن مع الأسف باقي قليل. فالاستعمال اليومي عند بزاف ديال الأطباء. من خلال تجربتي مع بزاف ديال المريضات لاحظت أن تساقط الشعر والتقيؤ من بين أكثر الحوائج اللي كتخوف، ولكن في بعض الحالات ممكن نتفاداو هذه الأعراض، غير خاص السيدة تمشي عند الطبيب بكري. بفضل التقدم في الطب ولينا نقدروا نتفاداو بعض أنواع الكيميو اللي كتسبب هذه الأعراض، خصوصاً إلا تشاف السرطان فمرحلة مبكرة. شنو الجديد اللي كيبدل الحياة؟ إلا اكتشف السرطان بكري وكان الحجم ديال الورم صغير، أقل من 3 سنتيمترات، وما كاين حتى غدة مصابة، الطبيب يقدر يعطيه علاج خفيف وقصير مدته أقل بحال 3 شهور بلا ما توصل إلى 6، ومعاه كيميو خفيفة ودواء موجه. وبزاف ديال المريضات كيسميوه العلاج الأبيض، اللي نادراً كيطيح الشعر ولا كيدير القيء. هذا العلاج فعال ومريح فالنفسية وما كيأثرش بزاف على الجسد. علاش هذا الشي مهم؟ حيث بزاف ديال النساء كيتأخروا باش يمشيوا للطبيب غير حيث خايفين من الكيميو، لكن اليوم الطب كيعطي فرص علاج خفيف وناجح. الرسالة واضحة، كلما مشيتي بكري عند الطبيب كلما كانت الفرصة أكبر في العلاج وبلا تساقط الشعر وبلا تقيؤ. ما تخليش الخوف يتحكم فيك، صحتك غالية. اليوم العلاج أصبح أخف، أقل ضرر، وكيحترم الجسد والنفسية. تكلمي مع طبيبك على هذا الموضوع، وشجعي كل مرة تمشي للطبيب إلا حسات بشي حاجة في الثدي ديالها. بفضل الكشف المبكر والتقدم الطبي كل نهار كنربحوا أرواح. شكراً على المشاهدة. إلى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تديروا جيم، تشاركوها مع الناس باش تنقدوا أرواح، وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد.